شو رأيك اترك شعري هيك عادي وما ارفعه؟ برأيي إذا بترفعيه أحلى بكتير، العروس بيلبق لها اللف. شو هو لون الفستان؟ لهلا ما قررنا شو بدنا نلبسها. ما قررتوا حتى الموديل؟ صراحة نحن استعجلنا شوي مشان طب عرسي، بس كيف بدي اقول لك بيشبه هذا الموديل كثير حلو كتير. مو على اساس بنص ساعة رح تخلصوا؟ سيد ميماتي، العروس بتاخد معنا وقت زيادة. ميماتي مانك شايفهم ما وقفوا شغل. ممكن تجي معي لحظة؟ تفضل. اعتبر هالحكي تنبيه. خلال 10 دقايق رح تجهز لها شعرها وتخلص، ولا بجهز لك شعرك ووشك. ماشي معلم. شبك واقف؟ امشي امشي. لازم نستعجل. ليش؟ السيد ميماتي عصب شوي، إذا استعجلنا بيكون أحسن. ايه اخي شو صار؟ عم ندور ميماتي. حاجة تدوره بكفي، في عنا عرس. بس نلاقيه منخبرك وبنحكي. عبد الحي شغل لي عقلك شوي. عقلك وقلبك ورجليك وشو ما عندك شغله. بتحب اني شغل لساني كمان؟ بالاول لازم تقطع لسانك وشوف كيف رح تلاقي كارا دغري. خلص بقى. كملي عني الله يخليك. أمرك أخي. طول بالشغل. معلم والله حيرتني، بدك استعجل بالشغل ولا طول؟ ما عجبني الموديل اللي عملته، يلا غيره. لسه ما شفت الموديل، بقى كيف ما عجبك؟ ما عجبني يعني ما عجبني، بتفتح لي مخك. يلا امشي. ماشي معلم. والله احترت شو بدي ساوي. شو عم بيصير؟ رح نعيد من الأول. مسكي هدول. موقع بانل. غيرت لوحة الشحن. ماشي. الو سيدي، غيرنا اللوحات، نكمل الطريق تبعنا؟ لا، اتركوا الشاحنة، خذوا الزلمة معكم وبعدوا عن المكان. سيدي خلينا نقوصه ونخلص. شو عم تقوص حمار بالضيعة ولا؟ تعمل شو عم لك؟ جيبوا كارا شباب. طلعوني من هون، صار لي معلق طول الوقت، صدري رح ينفجر من قلة الهواء، وانا حصرت بدي اروح على التواليت. شو مفكر حالك بباصفات؟ بدك اعملها بثيابك.
ميماتي فكر إذا كترت اتصالات رح نلاقي كارا بشكل أسرع. معلم بأهم يوم مالكن جنبي رح موت من التوتر. لا تتوتر ميماتي، خليك متفائل. قديش رح تطولوا معلم؟ أنا رايح لعند بابا عمر وسلوى عند الكوافير، بس تخلص رح آخذها. إذا عند الكوافير فخليك مرتاح، لأنه لبين ما يخلصوا شغلهم بيكون صار لنا زمان عندكم. معلم الشحنة تحت. كابتن شوف لي من عندك، وين تقدر تنزلني؟ عجلوا شوي، خلونا نفوت بالغابة نضيعه. اتركوني، ما عم بقدر اتنفس، اوصوني عندنا هون. غيرك هناك؟ حطوه بالصندوق. جاهزين معلم؟ سكروا عليه الصندوق منيح. عم تشوفهم؟ اطلع من هذا الطريق. حاضر سيدي. كابتن بسرعة حاول تنزلني بأقرب مكان. قديش مر الوقت بسرعة يا معلم، كأنك امبارح متت. هلأ رح تقلي لو اني متت امبارح لكانت سلوى صغيرة. معك حق، الوقت عم يمضى والبنت الصغيرة كبرت. بس اجيت لهون لخبرك خبر حلو، بنتك بإيدين أمينة. بوعدك بشرفي إني ما رح زعلها لآخر نفس بعمري. رح تقلي وعدني إنك ما رح تموت. بوعدك معلم ما رح موت. يا معلم. لازم ناخد الطفل على المستشفى فورا. ما فيني، طالعين برات البلد، هونيك بدي عالجه من المرض. طيب وليش ما عالجتيه لهلا؟ دكتور ما خبرك يا شار اغا شو هي مشكلتي؟ ابني في مين بده يخطفه مني، ما فيني اثق بحدا. شوفي يا مدام، في احتمال كبير انك تخسري ابنك. اعطينا دواء ندبر في حالنا هاليوم، بكره ابني رح يكون بخير ورح يكون باحسن المشافي. لازم تجيبي هالدواء، وانا كتبت لك هون كيف تستعمليه. هي سلوى؟ ليلى البنت اتصلت كتير، ردي عليها. رح اتصل فيها بعدين.
حبيبتي أنا مشغولة، بعدين بدقلك. راح وقت الدواء تبعه من زمان. خلص طولي بالك، راح نلاقي ابنك بالسلامة. تأخر الوقت كتير. راح نلاقيه، خلص روقي. راحوا من طريق الغابة. عبد الحي وقفوا لهاد. وقف 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 يا عم، تفضل خير السيارة. شو في؟ مين انتو؟ يلا الله يخليك، لا تضيع عنا وقتنا، يلا بسرعة لو سمحت يلا. قل لي شو عم بيصير؟ خذ اشتري بهدول سيارة جديدة، وإذا بدك خذ الطيارة. شو خزيت العين يا عيني يا عيني، ما شاء الله ما شاء الله. عروس شو ما شاء الله. شو كيف شايفتيني ستي؟ طالعة بالطير العقلي يا حبيبة قلبي انتي. ما شاء الله حبيبة قلبي وروحي. حسن برجع بعيد، ما بدي حدا يضحك عليك وتقوس بالعرس. ليش شفتني شي مرة عم قوس على الفاضي؟ ايه مزبوط، انا اللي كنت عم قوس طول الوقت بعرس احسان. هذا انت يا حسن اللي قوصت؟ لا ست نازك، حكمت هو عم يفتري علي. اجا بابا اجا على بابا. مهلك بنتي، على بنتي لا مهلك. توقعي. انت اللي جيت؟ شو وينه بابا؟ بتعرفي ابوكي وعمايله ما هيك؟ طلع لي روحي رح يجنني. وقفي لشوف. استني استني. هيك منيح. هلا اكيد رح يجي ركض. شو رح تعمل؟ اخذت لك صورة وبعثت له اياها. رح نشوف اذا رح يجي ولا ما رح يجي بسرعة. تعال شوف. هوب. ميماتي انت هيك دمرتني. شو كاتب معلم؟ جايب لي واسطة كبيرة يا عبد الحي. دوس بنزين دوس. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. ماما نازك. ابا تعي تعي. يلي خلاني ضل عايش لهلا هو هي الحلوة. شو قال لك بابا؟ قال رح يجي فورا بعد ما شاف صورتك. شو فكرني بنت صغيرة؟ ما رح يجي بعرف. والله الخانم اخذت موقف. شو ميماتي شو ما رح يجوا الشباب؟ ان شاء الله رح يجوا رح يجوا. يلا نحن خلينا نروح، العروس ما لازم تستنى. يلا ماما نازك رح نجيب سلوى ونجي نخليها تبوس ايدك وبعدين منروح. شو يعني؟ رايحين تاخذوا البنت من بيتها بدوني؟ ماما نازك انا فكرت ريحك. بدي اجي حتى لو بدي ازحف على بطني، انا كم ابن عندي. ماما معقول خليكي تزحفي؟ بحملك على ظهري، المهم انك تجي. يلا يلا. الأصوات من هي الجهة يا عبد الحي، بسرعة.
الو سيدي، عم نهرب من طريق الغابة ومراد هلا عم بيلاحقنا. تخبوا بشي مكان وأنا جاي. سيدي ما بعرف شو نوع هالعميل اللي طلع معه ضيق نفس، الزلمة رح يموت. هذا من العفن اللي جوات صدره، ما رح يموت قبل ما اجي. عم تسمع؟ هذا أمر، خليه عايش. انت خليه عايش. شو دكتور انا؟ روح على هديك الجهة. ماشي معلم. شو لسه ما مات؟ طالعوا لبرا. ليك على هالشكل؟ بعد بعد. يا كلاب يا كلاب. الظاهر انه قدر يخلص منه. لسه يا عبد الحي، تعال. يا سلام، طالعة حلوة كتير. شو رأيك تتصلي بليلى؟ أكيد ليلى مشغولة، وإلا كنتي رح تلاقيها هون معك. معقول اليوم في شغل؟ أنا بلشت أقلق. قديشك طالعة حلوة. كنت بصدق إني حلوة كل هالقد لو ماني شايفة صور عرسك. من سوء حظ العروس إنه تكون أم العروس حلوة كل هالقد. أنتي ملاكي الوحيد. هذا أبوكي جاب لي إياه، وقال لي إذا ما حضرت العرس أنتي بتهديها إياه. عن جد ماما؟ لدرجة إنه تخانقنا لأنه هيك عم يحكي. قال لي نسرين فهميني منيح، شو مفكرة إني رح أتقاعد؟ يا أما رح أعيش يا أما رح موت، ووقتها بتعملي اللي بقلك عليه. كتير لا بقلك. سيدي بس ما يكون زد حاله.
الواحد لازم يعترف بالحقيقة. انت اخطر عدو بشوفه بحياتي، وانت اول انسان بيفلت من بين ايدي وبيضل عايش. هلا رح تشوف حالك كتير ما هيك؟ رح تخبر الناس كلهم انك قتلت كارا. رح ادخل التاريخ لاني هلا رح اقتل اكبر عدو لشعبنا. مراد علمدار، يا انت ملاكي المنقذ يا اما الك صلة قرابة مع هالملاك. كارا عندي شغل، يلا بعدين بنحكي طلاع. شغل؟ الملاك اللي بعرفه بيهتم بشغلة الموت والحياة، ماله شغل بالحب والغرام. ليش شو الموت بالنسبة لهميماتي؟ العرس بيوتروا أكتر. يلا خلاص ماشي. تعال تعال، ايدك عبد الحي. تعال. متقنا كتير مليت، بترجاك نطلع على شي محل؟ اليوم مالي نفس، مالي حابب اطلع. انت اطلعي تعشي مع رفقاتك. بالفترة الأخيرة أنت ما عم تهتم فيني، حاسس بهالشي؟ لا تطلع فيني هيك. إمتى آخر يوم طلعنا فيه مشوار مع بعض؟ أو قعدت معي؟ طيب وهي قاعدين هون سوا. إذا حابة تقعدي معي عدي هون، وإذا بدك تطلعي مشوار اطلعي مع رفقاتك، بس لا توتريني. أهلين نسرين، قصدي مدام. رح أقول لك شي بده يفاجئك، بس اليوم عرس سلوى. ما تفكر إني نسيتك، بس بسبب وضع سلوى اليوم لا قدرنا نحدد العرس، وإذا بتجي كون ممنونة. بتشكرك لأنك عزمتيني، بس بتعرفي خايف جيتي لهنيك تنزع مرائكم. إذا ما أجيت مرائي اللي رح ينتزع. هذا آخر شي ممكن أعمله بحياتي، أكيد أنا رح أجي، وهيك أنا رح كون مبسوطة. شكراً لك. مو على أساس مالك نفس وما فينا نروح على محل؟ ماني رايح على مكان، رايح على عرس. إذا ما رحت رح يكون كتير عيب. منيح لكن هيك منكون عملنا شي مع بعض. رح أطلع غير تيابي. أنا ماني رايح أتسلى، رايح أقوم بالواجب وأرجع دغري. عرس مين هاد متى؟ سلوى شاكر. هلأ فهمت ليش ما رح تاخدني. الله يعافي لك يا ابنك المريض؟ ايه ابني. استني دقيقة بس لشوف إذا عنا يا بالمخزن. ممكن تقعدي دقيقتين حتى أرجع؟ ألو حضرة الضابط. طالعة مثل الملاك ما هيك؟ ايه طالعة مثل القمر.
وصلوا. أخي مراد معهم؟ لا، اجا معه بابا عمر. يلا. أنا أختي أساساً هي الذهب، هي تاج راسنا. إذا بتحطها فوق راسك رح تكون إلك يا ميماتي باش. قيمة الذهب بتبين أكتر بين إيدين الصايغ. ميماتي هو الذهب وهو الصايغ. الله يرزق الكل بهيك زواج حلو وإن شاء الله مبارك. أنا فرحت كتير بجيتك بابا. شوفتكم مبسوطين هي بتكون أكبر سعادة إلي. ماما نازل كمان بالسيارة. ليش أنا ما إلي حزام؟ مو على أساس بابا رح يجيب لك حبيبتي؟ على طول عم تضحكوا علي على طول. بنتي الحلوة واللي وشها كمان حلو، والحمد لله نصيبها طلع حلو. إن شاء الله بناتك بيطلعوا بيشبهوكي والصبيان يطلعوا يشبهوا أبوهم يلي كله رجولة. آمين ماما نازل. معلم ميماتي، أنا ما عرفت إذا ماما نازك دعت لكم ولا دعت علينا. دوبا البلد مستحملة ميماتي واحد، شو بدنا نساوي بالبقية؟ عمران فكر شوي. إذا أولادي ما طلعوا بيشبهوني رح يشبهوا ضياء لازي أو يطلعوا لخالهم الغبي. في أحسن من هيك دعوة؟ يلا يلا لفوق لفوق. أيوة أيوة يلا أيوة أيوة يلا. سيدي نحن لقينا مكان المشتبه فيها. ليش عمران عم يمشي هيك على مهله؟ شو بيعرفني، هي عمايل عمران. شو يا ابني؟ السيارة ضايقتني، ليش كل هالقد عم تمشي على مهلها؟ والله أنا ما دخلني يا ستنا، لمعلم ميماتي نبهني. لبينا ما يجي معلم مراد على العرس رح نضل عم نفتل هيك أمي. بابا شو رأيك نروح على كل شهبة خنبار؟ نحن وين والولي وين؟ المكان ببايكوز؟ ويكون الطرق كلها مفتوحة، وإذا جاي عبالكم نروح، وفينا كمان نروح على السلطان أيوب، وإذا تأخر المعلم مراد أكثر من هيك فينا نروح على حضرة الأك شمس الدين. شو رأيكم؟
الله يخليك عمو، اعطينا مصاري، الله يخليك مشان الله. ارجعوا لهون. المرة الجاية انت عطيهم. ماشي حبيبي. لقينا المكان المتخبية فيه انجي، متخبية ببيت وحدة من موظفين الإدم. نبهوا الشباب دغري، ما تخليهم يداهموا المكان قبل ما نوصل. انجي حالتها مو مستقرة، يمكن تأذي الطفل. ماشي. يلا يلا. مراد على مدار، طمني كيف حبايبك؟ بالعجقة نسيت خبرك، انت صرت جد. بنت ولا صبي؟ صبي. يعني رجع لي ابني فرمان. بتسلم على ميماتي وبتقول له ما يواخذني لاني بدي اروح دغري لعند حفيدي. ميماتي ما راح يسامحك بالمرة. مراد على مدار، شو عملتوا بخصوص متان؟ هالشغلة ملخبطة شوي. خليني احضر حفيدي بالاول وبعدين ان شاء الله رح حل هالموضوع. لك صرت جد الكوز بقى. عيب عليك، أنا محارب قديم، كيف بتفتشني؟ عفوا سيدي، تفضل. نعم أعزائي المشاهدين، الآن العريس والعروس وصلا إلى مكان العرس. أعزائي المشاهدين، حاليا نحن أمام صالة العرس، وفي هذه اللحظة السيد ميماتي والآنسة سلوى يدخلان منيح إنه بس سلمناك شغلة الباب. هلا نزلت من السيارة، هي أنا وراك معلم. رح وقف قدام الباب، لا تشغل بالك. في أخبار عن المعلم؟ مع صديقه مراد على خلص المهمة، رايح يغير ثيابه ويجي. نحن نقف على باب القاعة منيح، وبانتظار ماشي دخول بشوفك. العريس والعروس. هذا كل شيء إلى الآن، ولدينا معلومات عن مجيء ضيوف مهمين جدا، وسننتظر مجيئهم بكل شغف. بتفتشوا الكل واحد واحد؟ سيدي فتشنا كل الموظفين شخصيا وبعتنا اسمائهم على المخابرات. طيب ومين يلي استفسر عن الموسيقيين؟ لا تخاف، عملنا تحريات عن كل العمال هون، مو بس الموسيقيين، الخدم والعمال، وعن كل واحد بيشتغل هون. ما بدي يصير أي غلط، تصرفوا بلطف، وما بدي حدا ينتزع مراقه، وإلا بزعجكم. ها ماشي معلم. أهلا وسهلا. شباب، ما بدي اشوفكم جاوزتوا هالحدود هي، ما بدي اي ازعاج للضيوف، كل شيء بتعملوه من هون. فتحوا عيونكم منيح. الحمد لله بلش الدواء ياخذ مفعوله. بتشكرك كتير سحر، فضلك ابني رد رجع للحياة. ما رح انسى معروفك هذا بدون مقابل. استاذي هذا البيت بدي تخلصوا لي ابني منا بأقرب وقت ممكن. خلوني حاكيها بالأول ورح حاول. موقع بانل. ما لازم نخاطر بحياة الطفل. وافقت بهالشي حضرة المدعي.
شو مشكلتها هي؟ ما بدها تتركني؟ طيب شو فينا نعمل؟ لهيون لبين ما أهرب مع الولد. ما فيك تهربي، الشرطة مطوقة البيت كله. سحر ما عندي حل تاني، رح ياخدوا ابني مني. ست إنجي احكي للشرطة وهن بيساعدوكي أكيد. ليكي انتي شايفة هالمدعية اللي جاية مع الشرطة؟ هي بتكون حبيبة مراد، طالما هي معهم ما حيردوا. مسكي الولد. انجي بنعرف انك جوا، افتحي الباب اذا بتريدي مشان ما تكبر القصة. روحوا من هون، اتركوني حاجة. انجي هذا مو ابنك، انت عم تغلطي غلطة كبيرة. بترجاكي اعطينا الولد. اخذتي كل شي مني، اخذتي زوجي، على القليلة اتركي لي ابني بحضني، بترجاكي. انجي شوفي المرة شو صار فيها، لو ما نو ابنها معقول تكون منهارة هالقد؟ انتي شو فهمك بشعور الام؟ اذا حتاخدوا ابني ما فيني اعيش. قولي للشرطة يروحوا من هون وإلا بدي أذبحك. انجي تأخرتي كتير، حتى إذا قتلتيني ما رح يروحوا. إذا بتقربوا علي بقتل ليلى. انجي بترجاكي خليني أقدر ساعدك. إذا داهموا الشرطة البيت هيك بتكوني عم تعرضي حياة الولد للخطر. ليلى أنا بترجاكي خلي مراد إليك، إذا بدك كمان بعطيكي كل ثروتي، بس بترجاكي اسمحي لي روح مع ابني. إنجي صدقيني أنا كمان حابة يكون في عندك ولد، بس للأسف ابنك مات وما حدا بيقدر يغير هالشي. كذابة، لساتك عم تكذبي. شو فكرتيني أنا؟ إنجي إنجي وقفي. إنجي شو عم تعملي؟ تعي إنجي لا تعملي هيك. هاتي الولد. بترجاكي خلص، قلت لك هاتي الولد. اطلعي لبرا. إنجي اطلعي لبرا. ماشي. فلي الباب. إنجي قلت لك فلي الباب. لا تقوصوني أنا طالعة. إنجي أنت عم تغلطي. ليلى أنت خرسي بقى. ست إنجي بالمطبخ رح تقتل حالها وتقتله. إنجي لا تعملي هيك. الشيء الوحيد اللي بدي إياه إني أعيش مع ابني. طالما ما رح تسمحي بهالشي كلنا رح نموت هون. ابني حبيبي اتركوني. اتركوني. حبيبتي شو عملتوا؟ مراد أنا كتير تعبانة. صاير شي للولد؟ الحمد لله الحمد لله خلصنا الولد، بس أنا كتير تعبانة. أنا كتير بحاجتك يا مراد. طيب وينك انتي؟ يلا جاي لعندك.